فالقرآن فيه خير الدنيا والآخرة. من أراد أن يعرف ربه بأسماء جلاله وصفات كماله فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يعرف رسول الله بقدره ومقداره فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يعرف السبيل الموصل إلى رضوان الله فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يعرف ما أعده الله لأهل القرآن فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يعرف جزاء من أعرضوا عن القرآن فعليه بالقرآن، ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك وأحسن الله إليك.